اللعب مع الكبار. أحيانًا في ناس بتكون عندها أحلام كبيرة، ما بتكتفيش دايمًا بإنها تكون موجودة في الmid level، في المستوى المتوسط. هو لمّا يكون موجود في مكان هو دايمًا يحب إن هو يكون أكتر حد بيحقق نتايج، لمّا يكون موجود في مكان هو دايمًا يحب إن هو يكون بيعمل تغيير على المستوى الأعلى، دايمًا عنده طموح عالي. عارفين المقولة اللي بتقول لك أو بيت الشعر اللي بيقول لك: إذا كنت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. مش فارقة هو في الآخر موتة يعني والله أكتر. في ناس ما بيفرقش، بيبقى بالنسبة لها الهدف، الهدف بالنسبة لها دايمًا هو هدف كبير. والبطل بتاعنا هنا اللي هو عبد الغفور البرعي هنا، هو الهدف بتاعه كبير، هو مش الهدف بتاعه إن هو ياخد مكان مرسي، بدليل إن مرسي لمّا اتحبس هو ما راحش قال للحاج يا حاج أنا عايز آخد مكان مرسي وعايز أبقى أنا رئيس العمال، ولا كان ده الهدف بتاعه. هو دلوقتي عنده تحدي كبير جدًا مع هو عايز يلعب مع الكبار، هو عايز يبقى تاجر. هو الهدف بتاعه، هو عنده target عايز يوصل له، هو إن هو يكون زي المعلم سردين، هو عايز يكون واحد من التجار الكبار اللي موجودين في قلب السوق. الحلقة الأولى اتكسرت وهي الحلقة الأسهل بتاعة مرسي، لإن هو مجتهد، فخلاص قدر إن هو يكسرها. لكن الحلقة التانية دي صعبة جدًا. في التخطيط الاستراتيجي حاجة اسمها الentry barriers أو عوائق الدخول. عوائق الدخول ليها كتير جدًا، جدًا، جدًا. أولها إن ال إن 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 في دول صُناع السوق اللي موجودين هيمنعوا إن أكيد في حد يطلع كصبي في وقت من الأوقات يكون معلم. ليه؟ لإن هو في الآخر أي واحد جديد بينضم للسوق بياخد حصة من السوق ده. فبالتالي لمّا ينضم عبد الغفور مع المعلم سالم ومع محفوظ ومع غيرهم من التجار اللي موجودين، الفكرة هياخد جزء من الmarket share بتاعهم، خصوصًا إنه بيشتغل في نفس الصنعة، بيشتغل برضه في الخردة. فبالتالي أكيد مش هنسمح لحد إن هو ياخد التورتة ويدخل ويشاركنا التورتة الكبيرة. فأكيد هيبقى في عوائق كتير جدًا. محفوظ لقط ده من بدري في إيه بقى؟ لقط إن عبد الغفور ده هو كل الظروف مُهيّأة إن هو يكون معلِّم كبير. ليه بقى كل الظروف مُهيّأة؟ أولًا هو اشتغل الصنعة من الأول كصبي. عبد الغفور البرعي ما استكفاش بكده. يعني لو قُلناها كcareer path كده، الراجل بعد كده راح حاول يتقن الموضوع برّه أصلًا الحَج، لإنه بدأ يشتغلها as freelancer. يعني هو بقى عنده مهارة، عنده المهارة وفِهِم الموضوع بشكل كامل، فعرف إزاي بيشتري من التُجّار. وبعد كده راح باع، هو تاجر، بقى تاجر صغير خالص، بقى يبيع ياخد شوية خردة وياخدها ويروح يبيعها في السوق. وكمان عمل simulation، دخل في نظام محاكاة صغير كده في السوق، إن هو بيعمل فرشة في الشارع، فراح خبط في الكبير بتاع الفرشة اللي بيقول له: أنت هتفرش هنا بناءً على إيه؟ راح الناس اللي موجودين في الفرشة برضه في بينهم اتفاق، اللي هو إن إحنا ما حدش بيبيع بسعر معين، فدخل كسر الاتفاق ده وكسر فكرة الاحتكار اللي كانت موجودة في السوق. فبدأ يواجه المشكلة، فبقى عنده نموذج مصغّر لإن هو إزاي يقدر يقتحم سوق ويخلّي نفسه جزء منه، لإنه قدر يكون موجود جوّه الناس دي. فبالتالي الخطوة الجاية اللي شايفها محفوظ من دلوقتي هي إن لأ، الحق بقى الواد ده. كمان حاجة تانية، ده راح فتح محل بعيد عن الحاج سردينة. فما قداموش، فخلاص هي خطوة وهيبدأ يخبط فينا إحنا ككبار. فإيه اللي يحصل؟ يالّا الحقه من وهو صغير كده، روح اتفق مع كل الناس عليه وقفّل عليه كل البيبان عشان من دلوقتي ما يقدرش يطلع للدنيا. أول حاجة هتعملها إيه؟ أنت اللي بتملكه في إيدك إن أبوك تعبان. فمحفوظ راح جاي لمّا الحاج سردينة تعبان قال له: "هات لي فلوسي كلها كاش." وكان السوق كله معروف إن هو بياخد بالآجل. خلاص ما في، هات لي فلوسي كلها كاش وسِد كل الفلوس اللي عليك. بيعمل إيه؟ يعني خلاص هو بيدّي له أو بيحاول إن هو يحط قدامه عقبات، فبيعجّزه إن هو ما أنت لو ما عرفتش تسِد الفلوس اللي عليك كلها أنت هتعطل. فبالتالي هو دلوقتي بيضرب الcash flow بتاعه في مقتل، إن هو عايزه يدفع كل الفلوس كاش. فبالتالي طب ما هو مش هيقدر إن هو يتعامل معاه، والسوق كله كمان متّفق على نفس الفكرة. ففي الآخر عبد الغفور مش هيلاقي حد مورد يدّي له البضاعة. دي أول حاجة. الحاجة التانية إن هو هيتّفق مع كل المعلمين في السوق عليه، إن الواد اللي طالع في السوق الجديد ده، عارفين الشباب اللي بتوع اليومين دول، الحاجات اللي هي ديّة، الموظف اللي جاي عايز يخترع إنا وجدنا آباءنا عارفين في قصة سيدنا لوط لمّا كانوا بيقولوا له، وطبعًا إحنا كلّها قياس مع الفرق، إحنا أصلًا مش بنتكلّم على المسلسل كمسلسل، ولكن إحنا بنتكلّم واخدينه كده بناخد انعكاساته على الbusiness يعني. لمّا كان سيدنا لوط بيقول لهم لمّا كانوا بيقولوا لسيدنا لوط: "أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون." عارفين يعني دي حاجة وحشة والّا حلوة؟ يعني التطهُّر هنا بقى مذمّة يعني.
فالمهم نرجع تاني للأحداث، فهو دلوقتي ما قدّاموش حل تاني، هو دلوقتي قفل عليه السوق، اتفق مع التجار الكبار عليه، كمان استغل مرض أبوه إن هو ي ي ي يوقّف كل العقود اللي كانت ما بينهم وكانت مستمرة، فبالتالي الراجل ده مش هيلاقي أي مورد يقدر يبيع له، ولو اشترى هيشتري بسعر عالي، فهيخسر. ودي عوائق دخول خلّينا نقول إن هي طبيعية بتحصل لأي حد جاي بيعمل، سواء كان بنفس الاتفاق ده، اتفاق مُعلن إن إحنا قعدنا مع بعض واتفقنا، أو اتفاق غير مُعلن. عبد الغفور هنا محتاج لو أنتم فاكرين في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الأسياد والتجار والعبيد، أو الأمراء والتجار والعبيد، وإن العبيد عملوا إيه، العبيد راحوا اخترعوا المدن، اتنقلوا قالوا في حاجة جديدة اسمها المدن، ترند جديد اسمه المدن، فيالّا نطلع للمدن. فلمّا طلعوا للمدن خلاص العبيد نفسهم بقوا تجار، لإن هناك في حرية، ما فيش أصلًا سيد ممتلك للأرض، الأرض في سوق، في لغة سوق، والسوق مفتوح هناك، فقادرين إن هم يتعاملوا. عبد الغفور عايز يكسر الحلقة اللي حواليه ديّة، وفي نفس الوقت عاوز يعمل يخُض السوق ده، فعملوا باستراتيجيتين أجمد من بعض، استراتيجية الصدمة والرعب. عمل إيه؟ أول حاجة عمل النظرية الأولى اللي هي الmarketing طبعًا، عمل marketing لنفسه إن هو لقى كنز. تمام؟ طيب الكنز ده معناها إيه؟ معناها إنه بقى معاه فلوس كتير، وبلغة وقته الناس كلّها صدّقت، وقال لفهيم أفندي بُص انشر الفكرة في السوق كلّها إن عبد الغفور لقى كنز، والكنز الكبير ده عايز يعمله وعبد الغفور ده هيسيطر على كل حاجة موجودة في السوق. بس دي لوحدها مش كفاية، ليه؟ لإن هو دلوقتي في كنز بس مش باين أي علامات على الكنز. فراح جاي بقى عمل الحاجة الأجمد اللي تخلّيه فعلًا كل السوق يحترمه، وده الاستراتيجية ديّة اللي كان بيعملها عنترة بن شداد. لو تفتكروا فعنترة بن شداد كان بيقولوا له: "هو أنت إزاي بتقدر تكسب القوي؟" قال: "ولا أي حاجة، أنا باشوف مين الضعيف، أروح أكسبه الأول، فالقوي خاف، فالقوي وهو خايف أروح أقتله على طول." الفكرة إن هو عمل إيه، قال بس خلاص مين التاجر اللي في السوق اللي أقدر إن أنا أكسبه، في تجار محرّصين ك على تجارتهم بشكل معيّن، والتجار الباقيين كلّهم قافلين على نفسهم وناصحين، لكن في تاجر باين إن هو أهوج، باين إن هو مستعجل، باين إن هو شايف نفسه زيادة أوي، اللي هو أنا المعلم سالم أبو خيشة ده هو اللي أنا هاخد اسمي على الراجل ده، هاخد point على الراجل ده. فعمل إيه، جه المناقصة اللي بعديها سالم أبو خيشة المفروض إن هو الحاج سردينة راجل منصف، قال خلاص سيبوا له أنتم المناقصة. سالم أبو خيش راح جاي قال بس هيدخل بقى إيه، يفضل يعلّي في سعر المزاد عشان يخسّره في المزاد. الفكرة إن عبد الغفور لمّا جات له المعلومة قال بس خلاص دي فرصتي إن أنا أحُط نفسي في السوق. عمل إيه، دخل قعد يدفع في المزاد، يدفع في المزاد، والمعلم سالم بيدفع قصاده في المزاد، جه عند نقطة معيّنة والمعلم سالم فاهم إن هو كده عبد الغفور ده، لإن عبد الغفور عمل إشاعة إن هو كده لازم ياخد المزاد ده، فعمّال يدفع قصاده في المزاد عشان يدفع عليه السعر، راح عبد الغفور رفعه لسعر مجنون، وبعد كده راح منسحب من المزاد، فخسّر المعلم سالم خسارة كبيرة سمّعت في كل الناس اللي في السوق. تخيّلوا لمّا ييجوا المعلمين اللي في السوق الكبار، لمّا ييجوا كلّهم يقعدوا مع بعض يبصوا لسالم أبو خيشة، يا نهار أبيض عيّل عمل معاك عمل معاك كده، تخيّلوا احترامهم، نظرتهم لعبده دي هتبقى عاملة إزاي، ده خسّر المعلم سالم وعنده كنز، طب ما كده ممكن يكون موضوع الكنز حقيقي. الفكرة إن هو لمّا عمل ده بقى ديّة اللي هي، وده اللي هنتكلم فيه في الحلقة الجاية، اللي هي فكرة تغيير المعادلة. لأ، تغيير المعادلة فعلًا، تغيير المعادلة إزاي في وقت من الأوقات هيبدأوا إن هُم عايزين يصالحوا عبده ده. إزاي سالم أبو خيشة هيفكّر إن هو يدفع له فلوس، عشان يدفع له اللي هو يعرّقه عشان يقدر يدخل في مزاد، إزاي محفوظ هيحاول إن هو يدخل مزاد بشريك مع عبده، خلاص الموازين بتاعة القوة نفسها بتتغيّر، الموازين بتاعة القوة نفسها بتاعة الموضوع بتتغيّر، هو خلاص بيفرض نفسه إن هو جزء من السوق الجديد ده، فبدأ السوق كده يطوّع نفسه ويستوعب اللاعب الجديد اللي هيدخل جوّاه ويstretch عشان يدخّل الراجل ده كجزء من السوق، أو كجزء من الأول كان لمّا كان مع كان كجزء من العاملين، النهارده كجزء من صُناع السوق، لإنه فرض نَفْسه بالقوة في قلب السوق ده، و و و ويستوعبوا ويدخّلوه معاهم في الecosystem اللي موجود. الفكرة هنا إن اللي بيحصل دايمًا بقى عبر الزمن إن بيدخل في الecosystem ناس محترمة، فبتبدأ إنها تغيّر قواعد السوق، فيبدأ الحاجات اللي هي المختلفة تبدأ إنها تتفكك، فيدخل لاعبين جديد في السوق، وهكذا السوق بيتغيّر وبيتحوّل كل وقت والتاني.
اللي أنا عايز أطلع بيه خلاصةً يعني إن أنت ما تبقاش ما تُحبطش وما تيأسش لمّا تلاقي إن أنت قدّامك عقبات كتير، لإن العقبات دي حاجة أساسية وموجودة، سواء أنت شغال في وظيفة أو بتعمل business، لإن وجود شخص بيدعو للتغيير الجذري، بالذات لو المنظومة فيها رتابة والمنظومة ديّة خلاص اتعوّدت على نظام معيّن، هو بيهدد المنظومة بأكملها. فأنت لمّا تكون شايف كده، لازم تكون بتعمل الخطوات المختلفة، ما ينفعش إن أنت تحاول إن أنت تقتحم أو تضرب في ديّة لوحديها، لإن هي كده الجدار ده هيتصدّع، بس عشان يتصدّع أنت لازم تكون ذكي، زي عبد الغفور كده لمّا راح عمل الكنز وعمل مع المعلم سالم، أو زي العبيد كده لمّا راحوا المدينة وانتقلوا لمكان تاني. انقل أرضك، غيّر أرضك، وخلّيك ذكي وخلّي عندك استراتيجيات تقدر إن أنت تتحرّك بيها، فبناءً عليه ترجع قوي، السوق كلّه يحترمك، السوق كلّه يرحّب بيك، توجد لنفسك مكان وسط الكبار. وهنكمّل في سلسلة المعلم عبد الغفور البرعي، وهنتكلّم في الحلقة الجاية عن فكرة تغيير المعادلة، النظام نفسه بيتغيّر، الecosystem بيتغيّر، إيه اللي حصل؟ هنشوفه في الحلقة الجاية.